بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده اليوم الثامن من عمر الفراخ بتاعتنا يا بنات، ما شاء الله ما فيش اي مشاكل. تاني يوم في التحصينه، انا حاطه لهم دلوقتي التحصين على الميه. احنا دلوقتي الساعه 8 الصبح يا بنات. تمام، حطيت لهم التحصينه، هسيبها قدامهم 8 ساعات وهشيلها. ممكن تزيد لي 9 ساعات ل10 ساعات، بس مش اكتر من كده. شلت اللمبة 200 وحطيت لمبة 100 ورفعتها فوق شوية، لان طبعا عارفين بالنهار الجو بيبقى حر، وبوسع فتحة التهوية بالنهار، وبالليل بصغرها شوية. طبعا التحصينة لمدة 3 ايام، حطيناها في اليوم السابع، هتفضل معانا اليوم السابع والثامن والتاسع بأمر الله. ما فرشتش نشارة النهاردة ولا رشيت جير خالص، عاملة حساب ان انا تاني يوم هكنس المكان. في الصيف الافضل ان احنا نكنس باستمرار يا بنات، مش نزود نشارة وجير. كتر النشارة مع الجير هيسخن المكان وهيعمل للفراخ احتباس حراري، ففي الصيف بتتعبي شوية في ان انت بتكنسي للفراخ باستمرار، كمان لو هما كمية كبيرة. طبعا اليومين دول الجو متقلب، بالنهار حر وبالليل هوا، فانت عينك كده تبقى هي ميزانك، تشوفي الفراخ منتشرة في المكان متكومة على جنب. كل ده انت ترفعي اللمبة تنزليها، توسعي فتحات التهوية، تقفلها شوية على حسب المكان اللي انت بتربي فيه. طبعا دي العشة الجديدة في البلكونة اللي مش متابعنا من اول الدورة. فانا عندي المكان هوا جدا يا بنات، خصوصا ان شوية تيجي موجة برد وشوية تيجي موجة حر، فالجو متقلب، فانت تبقى عاملة حسابك لكل حاجة خصوصا في الصيف. هنا كانت الساعة بقت 1 بالليل يا بنات. بدخل اطمن كده على الفراخ قبل ما انام، وبعمل لهم الخلطة. زي ما اتفقنا، اي خلطات تكون بالليل، ممنوع طول الصيف ان انت تنزلي اي خلطات طول النهار. شلت المية اللي فيها التحصينة وحطيت شوية مية كده بدون اي اضافات، والصبح هحط لهم شوية خل وليمون وعصرة ليمون في المية، وعلى كده. فانا عودت الفراخ بتاعتي يومين على البصل البودر والثوم البودر، والنهارده هيكون اول يوم اضيف فيه بصل يا بنات للفراخ. منعمه ربع بصلايه كده، تنعيم ناعم. ربع بصل، علشان انا عندي 15 فرخ، ومن كل حاجه من الاضافات اللي بنضيفها ربع معلقه صغيره، ومعلقه صغيره جدا من العسل، ممكن تكون نص معلقه كمان، وعصرة نص ليمونة. لو هتضيفي ليمون ما تضيفيش خل، لو هتضيفي خل ما تضيفيش ليمون، عشان العلف ما يزيدش في الرطوبة. يعني تقلبي الخلطة بتاعتك كده على العلف، العلف يكون كأنه ناشف، ما ينفعش ان هو يبقى مندي كده خالص. زيادة الرطوبة في العلف بتزود السموم عند الفراخ. كمية العلف اللي انا ضيفاها دي اقل من نص كيلو يا بنات، بحيث ان احنا الساعة 1 بالليل على الساعة 8 9 الصبح هيكونوا خلصوا الكمية دي. وهضيف لهم علف بدون اي اضافات. مش اي خلطة تشوفيها تطبقيها زي ما هي، لازم تبصي على عدد الفراخ عندك، لان الكمية بتفرق جدا. انا عندي عدد صغير فبستخدم لهم كميات بسيطة، لكن لو انت عندك عدد كبير لازم تزودي بنفس النسبة مش بنفس الكمية. في ناس مجرد ما تشوف الخلطة تطبقها زي ما هي بالظبط. انت خلي بالك الفيديو اللي انت بتشوفيه او المربي اللي انت متابعاه بيربي كام كتكوت. في ناس بتنزل وصفات ل100 كتكوت وال50 كتكوت، فبيضيفوا معلقة من كل حاجة. فاحنا علشان الاعداد اللي احنا بنربيها في البيت بتكون صغيرة او على قد البيت مش مشروع، فانت لازم تاخدي بالك من حاجة زي دي، الكمية. ضفت النهاردة البصل، ربع بصلاية مفرومة ناعم جدا، وكركم وحبة البركة وسمسم. دي الإضافات اللي أنا بنزل بيها من أول يوم. البصل إذا عودت عليه الفراخ بصل بودر وتوم بودر يومين. البصل مضاد حيوي طبيعي قوي جدا جدا، وبيقوي المناعة وبيحسن التنفس وبيقلل مشاكل البرد وبيطرد السموم من جسم الفرخ، بيفتح الشهية جدا جدا. يعني لو عودت فراخك على البصل انسى اي مشاكل طول الدورة، ولكن في الصيف يا بنات بكميات بسيطة جدا، ويفضل يكون بالليل، ممنوع بالنهار خالص الزيادة في البصل. عشان كده بقول لكم الكميات خصوصا في فصل الصيف. البصل الزيادة منه بتحمي جسم الفرخ، فبيبقى معرض اكتر للإجهاد الحراري، كمان بيعمل اسهال. طبعا فوائد الكركم وحبة البركة كلها بقولها لكم كل الفيديوهات، والسمسم، التلات حاجات دول جمال جدا بنزل بهم للفراخ بتاعتي من اول يوم. النهاردة ضفت عصير نص ليمونة، فيتامين سي طبيعي بيقلل الإجهاد الحراري ومطهر للجهاز الهضمي.
والعسل بضيف بكميات بسيطة جدا جدا يا بنات، وبدل ضفنا عسل يبقى هنضيف نشا على المية او على العلف. الفراخ بتاعتك عندها اسهال، وقفي عسل. ممكن تضيفي مع العسل الرز المطحون، كمان ممتاز جدا جدا. وهكرر عليكم تاني يا بنات، الزيادة في الكميات مش معناها فايدة اكتر، لا ده امراض اكتر ومشاكل هتقابلك في الدورة اكتر واكتر. تمام يا امارات، عشان مش اي حاجة نشوفها نطبقها كوبي بيست. الخلطة دي تتقدم بالليل مش في عز الحر، المية تكون نضيفة وباردة مش ساقعة ولا تلج. التهوية اهم من اي حاجة. ما تزوديش اضافات كتير مرة واحدة. راقبي الفراخ بعد اي خلطة تكون نشيطة، بتاكل بتشرب. إضافة الخلطات لما بتكون زيادة عن اللزوم بتخسرك على فكرة كتير جدا، بتعمل إسهالات، بتقلل الوزن. لكن لما تكون مظبوطة الدورة بتبقى قريبة وناجحة وسريعة، وأوزان أعلى بتكلفة أقل. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، اللهم امين. حبايبي واخواتي اللي وصلوا معايا لحد هنا، ما تنسوش دعوة حلوة في التعليقات ولكم بالمثل. ولايك للفيديو يا امارات، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. لو عندكم اي سؤال سيبولي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. واكتشفت بقى اول عيب في العشة بتاعتنا، وهو السلك يا بنات. السلك واسع فبيدخل ناموس او هبوش على الفراخ، وزي ما انتم شايفين كده عمالين ياكلوا في دراعاتهم ومش ساكتين. فان شاء الله بكرة هصلح العيب ده، وهركب سلك اللي هو بتاع البلكونات، بحيث ان ما يدخلش ولا ناموس ولا هبوش ولا دبان ولا اي حشرات عند الفراخ. طبعا انا ما خدتش بالي خالص من موضوع السلك، عشان انا كنت مقفله ومعتمده على الفتحات بتاعه التهويه اللي بين الخشب والبلاط. لكن لما بدات اعمل فتحات تهويه فبدا يدخل الناموس. النهارده اكتر يوم اكتشفت في الموضوع ده، عشان انا وسعت فتحه التهويه شويه يا بنات، فالناموس بدا يملى العشه. وده طبعا اضراره كتير جدا، وهقول لكم بقى الحاجات دي في فيديو تاني عشان الموضوع شرحه هيطول. وخلاص الفيديو النهاردة، تابعي الفراخ، التحصينة تكون في موعدها. التحصينات مهمة جدا خصوصا في الجو المتقلب ده. الخلطات كمان مهمة ومفيدة جدا، ولكن بالعقل. يعني لما نشوف فيديو حد عنده 50 فرخة وبيضيف معلقة، يبقى انت هتضيفي ربع معلقة، واحيانا رشة لو انت عندك 10 فراخ او 15 فرخة زي الدورة بتاعتي دي. هننزل بخلطات التسمين وكل الوصفات بأمر الله، ولكن مش في فترة النهار خالص، طول الصيف. هتكون في الفترة بتاع بالليل يا بنات. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، ونطلع الدورة على خير مع بعض بأمر الله. وانتظروا فيديو اليوم التاسع، هنصلح الغلط اللي عملناه مع بعض. وعلى فكرة يا بنات أنا حاسبة يوم الاستقبال، وهنوزن الفراخ مع بعض بأمر الله. وكالعادة في كل فيديو لازم نحافظ على النظافة ودرجة الحرارة، التهوية، التلات حاجات دول هم أساس أي دورة ناجحة. ما تكتميش على الفراخ في الصيف، لازم تحافظي على النظافة وتكنسي باستمرار. درجات الحرارة أول أسبوع من 31 ل 33، وبعد كده بننزلها بالتدريج. النهاردة اليوم التامن يا بنات، درجة الحرارة وصلت عندي ل30. بدأت أوسع فتحات التهوية، إن شاء الله في عمر ال10 أيام هنبدأ ننزلها أكتر من كده. بتوسعي فتحة تهوية، بتغيري لمبة، بترفعي لمبة، تتابعي الفراخ يوم كامل. الفراخ منتشرة في المكان، يبقى انت كده ماشية مظبوط وزي الفل، لحد ما نوصل لدرجة الحرارة المظبوطة. انتظروني في فيديو جديد، مع السلامة.